رسالتي للإخوان وللشعب المصري. هفكر بس أيام زمان من 10 سنين تقريبا، يعني ما ياخد من 10 سنوات. كان الله يرحمه بقى ياسر عرفات توفى وجه عباس مكانه. عملوا انتخابات نيابية في فلسطين، وفاز الإخوان وفاز هنية. وبعدين عاش الموضوع شوية. أول انتخابات وكانت اخر انتخابات المفروض انها حصلت هناك. اللي حصل بالظبط ان جه دحلان، محمد دحلان، وبالاتفاق مع الله اعلم بقى امريكا ولا ايه بالظبط. المهم حصل قتال وانطرد عباس والمجموعه بتاعته فوق، وفضل الاخوان تحت. وده يقول احنا حكومه مقاله، وتاني يقول احنا الحكومه المنتخبه، وهي انتخاب مره واحده في العمر وخلاص وانتهى واستقال الموضوع على كده. الاخوان دلوقتي فاز بينهم الدكتور مرسي وانحل مجلس شعب، ويعني طلع من بين سنانهم ومن بين دروسهم. وده اللي مجننهم وده اللي مبهدل الدنيا، ان ازاي المحكمه حلت مجلس الشعب، فبقى العداء للمحكمه. واحنا عارفين طبعا الاعلان الدستوري المكمل وكل الكلام ده كله ضد المحكمه وضد القضاه. اللي انا عايز اساله بعد ما حصل الهجوم امبارح على المعتصمين في قصر الاتحاديه، وانا مش مع بتوع قصر الاتحاديه ولا مع الاخوان، ولكن سؤالي ببساطه شديده يعني للاخوان، انتوا عايزين تحطوا مين دحلان بتاع مصر؟ هل هو البرادعي، ولا هتحطوا عمرو موسى، ولا السيد البدوي، ولا هتحطوا مين يكون هو حمدين صباحي مثلا؟ هو ده هيكون دحلان بتاعكم عشان نبدا حرب اهليه، وعشان مصر تنقسم، وعشان الانتخابات اللي حصلت ما تحصلش تاني؟ هل عندكم فكر ان هو ممكن يكون في الاقوال اللي بتقول ان سقطت شرعيه مرسي هي نفس الاقوال اللي كان بيقولها دحلان في ان سقطت شرعيه المنتخبين في بتوع حماس؟ يعني انتوا عايزين تبداوها من اول وجديد؟ يعني أنا للاسف الشديد شايف ان طبعا دي مشكله كبيره من الاخوان، يعني كبيره جدا. الحزب اللي هو يسمي نفسه حريه وعداله قام مكان الحكومه، وهم اللي قاموا مكان الداخليه، هم اللي قاموا مكان الجيش، هم اللي قاموا مكان رئيس الجمهوريه، هم اللي خطبوا وهم اللي عملوا. وطبعا احنا عارفين اللي حصل امبارح امام قصر الاتحاديه. مفيش حته في الدنيا بيحصل فيها الكلام اللي بيحصل ده، حته محترمه يعني بيحصل فيها الكلام اللي انتوا عملتوه. وانا اعتقد ان يعني الايام اللي جايه للاسف هتبقى ايام اسوأ من الايام اللي فاتت، وربنا يستر على البلد تحت حكم الإخوان.